انت من مجرد ما بتشوف حاجه نفسك فيها دماغك بيبدا يفرز دوبامين. الدوبامين هنا بيحسسك بتحفز شديد جدا انت تشتري الحاجه دي، وبيحسسك بفرحه مؤقته، بيخليك تتخيل قد ايه هتبقى مبسوط لو جبت الحاجه دي. تقدر تقول انه بيوهمك وبيبني توقعات عاليه جدا اللي هتحس بيه لما تشتري الحاجه دي. ولما بتشتري حاجه فعلا جسمك بيديك شحنه ثانيه من الدوبامين، والدوبامين ده بيحسسك بسعاده برضه. لكن ما تخدعش، مش كل حاجه حلوه على طول كده. الدوبامين ساعتها بيبدا يقل في مخك ويرجع لمستوياته الطبيعيه، فساعتها تبدا تحس انك مش سعيد زي الاول. بس المشكله ما بتقفش هنا بس، دماغك بيبدا يدور على الحاجه اللي بعدها عشان عاوز دوبامين كمان. وزي ما قلت لك دماغك يعتبر مدمن، فيبدا يدور على الحاجه اللي بعدها عشان يشتريها، فالدوبامين يطلع تاني فيحس بسعاده تاني، وهكذا تقعد تكرر الدوره دي. عشان كده بتلاقي نفسك متحمس جدا لما تيجي تشتري حاجه جديده، هتشتري هدوم جديده او موبايل جديد او غيره، واول ما بتشتريها بتحس بسعاده، بس بعد شويه بتحس انه عادي وشعور السعاده ده بيروح. ممكن تندم كمان انك اشتريتها اصلا. في مشكله كمان صغيره، انك لما بتكرر العمليه دي كتير دماغك مش كل مره بيفرز نفس مستوى الدوبامين اللي فرزه اول مره. الدوبامين بيقل كل مره عن التاني. سمعت عن حاجه اسمها المساطه العصبيه، وانك ازاي بتتعود على الحاجه؟ كنا اتكلمنا عليها قبل كده في فيديو على القناه، هتلاقي اللينك في الديسكربشن. هتلاقي فيديو كامل على قناة اليوتيوب.